قابلته وانا حاسه كأني انا لسه بنت اول مره تقابل حبيبها. ببص في الارض وخجلانه ومش عارفه اللي انا بعمله ده ايه ده. بس جوزي بيقول لي اللي بتعمليه دوت مش غلط، وانا عارف خلاص. ولما قابلت واديته البطاقه استأذنت منه بسرعه وقلت امشي. لقيت نظراته ليا نظرات كلها حنيه. سبته وانا بفكر فيه ورجعت البيت وقلت لجوزي اللي حصل، وقال لي كويس، بدايه كويسه، يلا دق على الحديد وهو سخن وكلميه بكره تاني. كلمته تاني يوم، بقيت اكلمه كل يوم مكالمه صغيره. لما بدأ يفك معايا في الكلام وبدأ يحكي لي عن حياته، وبدأ يقول لي ان هو قطع كل علاقاته وكل البنات اللي بيعرفهم، وانه حاسس اننا قريبه منه. وهنا جوزي قال لي احنا بدأنا على بخط الصح، يلا توكلي. وكأنه بيقول لي توكلي على الله. وفي مرة جيت أكلمه لقيته بيقول لي أنا حاسس إني بعمل حاجة غلط وإن أنا بخون صاحبي، وحاسس اللي بنعمله دوت ما ينفعش، وقفل معايا المكالمة. قلت لجوزي، قال لي سيبك منه، ده بيعمل فيها شريفة، إنما أنا عارفه كويس جدا، سيبيه شوية وبعدين بتصلي بيه. اتصلت بيه بعدها بفترة وقال لي تصوري انت كنت على بالي وانا كنت هتصل بيكي لو انت ما كلمتنيش. انت فعلا انا حاسس ان انا محتاج ان اتكلم معاكي وقابلك. حددنا ميعاد ورحت قابلته وعزمني على الغدا ورحنا اماكن اول مره اروحها. فسحني في فسحه مش عايشتي عمري كله ما شفتهاش. وانا ماشيه اداني ظرف، قلت له لا بتاع ايه ده؟ قال لها انا عارف ظروفكم خليها معاكي هتنفعك. فتح الشنطه وحط الفلوس. روحت البيت وجوزي شاف الشنطه وشاف الظرف وهلل لما شاف المبلغ وقال لي بس ده احنا بدأنا عقبال ما نقبض الدولارات. بصيت له قلت له بس انا جرامتي انجرحت لما اداني الفلوس وحاسه ان انا ما عملتش بيها حاجه، وليه اخد منه فلوس؟ قال لها يا ست بلاش تبقى حساسه قوي كده، انت طالما انا عارف مفيش اي غلط. اتعودت على مقابلته. وفي مره قال لي ان انا مبقتش قادره استغنى عنك، بس انا مش عارف ظروفك ايه. قلت له لازم احكي لك كل حاجه عني عشان تبقى عارف ان ايه اللي وصلني كده. حكيت له على اللي قاله لي جوزي واللي عمله معايا من اول لحظه، من لحظه ما خلاني بيستق من ماس النوم وقابلته بيه لغايه النهارده. وقلت له هو عارف ان انا ما قابلك واللي انا بعمله ده كله غصب عني. قال لي معقوله جوزي بيعمل كده؟ قلت له ايوه جوزي بيعمل كده. استغرب وقال لي على العموم انا معجب بيكي وعايزه اتجوزك. قلت له هنعمل ايه؟ اتطلق وانت اهلك هيرضوا يجوزوك واحده مطلقه؟ قال لها مالكيش دعوه، المهم ابقى سعيد. رجعت لجوزي وقلت له لازم اتطلق. جوزي اتصدم، قال لها بتقولي ايه؟ انت اتجننتي؟ قلت له لا انا اتجننت ان انا سمعت كلامك من الاول. جوزي اتصدم وما صدقش اللي انا بقوله له، بيقول لي انت حصل لك حاجه في دماغك؟ قلت له لا انا ما حصليش حاجه، انا فقت. وبصراحه انا مش عارفه اللي انا عملته صح ولا مش صح. اتطلق من جوزي؟ طب لو صاحب جوزي ما وفاش بوعده وبعد العده ما اتجوزنيش يبقى انا عملت ايه؟ ضيعت نفسي؟ ولا ايه رايكم؟ يا ريت حد يرد عليا ويقول لي ايه الصح اللي انا اعمله. دي كانت نهايه القصه. ورد عليا من عندي انا بقول لها اشتري نفسك من اللي باعك من اول لحظه اتزنق فيها ما فكرش غير ان هو يبيع لحمك. اشتري نفسك ونجي بروحك وارجعي لامك اللي قالت لك ان هو ما ينفعش وحذرتك منه وانت اخترتيه. يبقى ترجعي تقعدي تحت جناح امك وتبعدي عن الانسان المستهتر اللي ما يؤتمنش عليكي. وصاحب جوزك سواء رضي ان هو يتجوزك او مرضيش برضه ما ينفعش ترجعي للانسان زي جوزك ده. الحياه ابسط من انك انت تضيعيها مع واحد بيبيع لحمه زي ما احنا بنقول عليه ديوس.